الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيدين مجموعه جناح الكوميديا على قناه نجم مجموعه جناح الكوميديا. نلتقيكم في هذا المساء الجميل من داخل معرض الزهور، والتقينا بفنانه جميله تشكيليه ولوحات جميله رائعه جدا جدا. ممكن اتعرف عليك اسمك الكريم ولا؟ زهرة حامد محمد علي، فنانة تشكيلية وصديقة لي. مرحبتين يا زهره ومرحبا بك يا دائما انت ما شاء الله. لوحاتك بتوحي عن شخصيتك وعن الجمال والروعه، الحياه الجميله الرائعه قدامنا نحن شايفينها. انت خريجه فنون جميله ولا موهبه في الحياه دي؟ أول حاجة موهبة. نعم. درست في كلية الفنون. نعم. يعني هي جزء من الفن. ما دخلت كلية الفنون ما درست. نعم والله يا جماعه، طبعا دائما الموهبه هي دائما هي بتكون اقوى من الدراسه، والدراسه هي مجرد انك بس تسقل الثاني اللي قدام. ما شاء الله يا احمد، لانك تورينا اللوحات اللي قدامنا دي من حياه شكلها كده، من حياه بسيطه وتفاصيل بسيطه. ممكن نتعرف عليها. لوحة من قشر السمك. من السمك عاملينها في طبق كده مع اول في بتاع. طبق. ايوه. هنا في ساك أشجار طبيعي. نعم. فيه حصل تراب نسيج إنه التربة ذاك دايم فيه الوردة دي. نعم. نعم. سالي. سالي. قشر تسالي سبحان وداخله الله. رسوم بتاعت الشجر. برضه القصيصة عاملاها من خشب، حاجة برضه طبيعية. تعب مديانه كده الزهور قريب عباد الشمس. قريب حاجه لعباد الشمس. حاجه جميله يا جماعه ما شاء الله، في قمه الروعه. توحي لنا الجمال يا جماعه، شوف دي لوحه الله ما شاء الله يعني. الداخل حاجة بسيطة البارزة. ده من فول الصويا قشر. ايوه فول الصويا. فول الصويا مشهور طبعا يا جماعه من الزيوت هنا. من الزيوت. قشر عاملة بيه شكل وردة بارزة كده مفتحة. نعم. هنا بيجي للوحة الثانية. اللوحة طبيعية بتاعت بوستر. في وردة زهرة كده تكون في تقدر في ارتفاع في الجبال، في جهة البوادي، أعمل كده يعني. ايوه. بتسحر ما نعم. بيكون فيها يعني صفق. صفق. لما تعمل صفق ما بتسحر. سبحان الله، يعني دي الاثنين حكمه. كده ما هيتلابوا مع بعض. دي حكمه. فبعدين لما تلقاها مسحرة يعني حاجة جميلة في نص الخضار، في نص الغابة، في الجبل هناك، حاجة جميلة شديدة. سبحان الله يعني أنا يا لفت جماعه. نظري يعني الهناية دي، يعني رسمت كم انت بتحب الطبيعه وبتديك دائما لك الحياه الجميله. وسبحان الله يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى دائما ذكرته شؤون. لو تدبرنا في مخلوق ربنا سبحانه وتعالى اكيد نستفيد. شايفين هنا ما شاء الله لوحه كبيره ونقيل. الجزيره دي كده الشمالية الشماليه مرصوبة بالتراب. نعم بالتراب، في تراب عادي يا جماعه. ايوه حصى. ونباتات جافة، يعني ده إحساس البوادي تلقى الحصى. أيوة، موجودة. الطبيعة قاعد موجوده، دي حياه طبيعيه وموجوده دائما فيها. وهذه جزيرة جواها طيور في الموية ذاتها. نعم. نعم. هنا في بيوت. البيوت جوا الجزيرة تختلف من البرة. أيوة. عاملاها بجبلون وبخشب. أيوة. يعني دائما بتكون بيوت باردة. خفيفة. تديك نايم خفيفة. والدعاء بتاع المويه ذاته ما بيحتاج لك انك تسوي لك بيت ثقيل ولا حاجه كده زي البيوت العاديه. تقدر تستمتع بالطبيعة. تستمتع بالطبيعه والحياه. هنا عندنا لا طرف الجزيرة برضه. دي الحله التحت، ديك الحله الفوق أيوة. فوق بعيده في الجزيرة ودي من الجزيرة من الموية. ايوه. نعم. كلها من حاجات طبيعية سادة من الطبيعة حتى الخضار فوق الصفق كله من الطبيعة. ما شاء الله، حتى شايفينه يعني مخيمه كده. أيوة وفينا لوحه يحاول انه الجو خريفي جميل. وانا حسيت انا اسمه الهمبريك والجو السمح. حسيت انا داخل. ايوه بس محتاج لي هنا عصيده كده ظريف اف وغراسه ظريفه. في الشماليه. ايوه دي في الشماليه. في الشماليه وعلى لنا غراسه كده كاربه بتركيب. هنا جوا الجزيره بناكلوك سمك وحياه كده. يا ما شاء الله. ودي هنا نعم. ترمز الجزيره. ايوه. الجزيره الشماليه. ايوه. طبعا معروف شارع صلب. شارع صلب. نعم والله. هذا الحيل ده يعني بديك نموذج جزء من الحيله بس بيت واحد كده. ايوه. جنبه شجره نخيل. نعم. برضه الدنيا خريف كده، في سوق شاي خفيف كده يعني لسه مكتمل. هنا برضه رسم. ايوه. رسم وتجسيم مع بعض. كويس. عزيزي المشاهد كده نقوم نعمل استطلاعات سريعه كده عن بعض النماذج الجميله دي
داخل المعرض ده ونجي نشوف الحصل شنو، نشوف مع بعض يا جماعه، نتابع، شوفوا الجمال وشوفوا الروعه، شوفوا كميه من الحياه الجميله والاشكال الرائعه جدا داخل المعرض. لوحات كثيره جدا يا جماعه، حنقول نجسد لكم بعض منها. شفتوا يا جماعه، شوف عك الله ما شاء الله، يعني حاجات جميله 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 جميله. عنوا عكر الطبيعه دي الطبيعه اللي قبل شويه يا جماعه شوفوها كانت عامله كيف وعينوا بجزء من النماذج الحياه السمحه اللي احنا ما شفناها. والمعرض ده يا جماعه زي ما قلت لكم معرض كبير جدا جدا، لكن انا حقوم نعمل لكم اضاءات بسيطه جدا عن المعرض ده وعن تفاصيله. وتشوفوا اللوحه دي يا جماعه في قمه الجمال. يعني كده استاذ ممكن تشرح لنا اللوحه دي بالذات، اللوحه دي كده؟ اللوحه دي زمن الثوره، احنا كنا في القياده العامه. ايوه، ده القطر اللي داخل قطر عبره. يا سلام، عبره عبد الحديد والنار. ايوه، في اطراف الخرطوم كده، ده بيبقى حتى الانهار الظاهره كده هي بسيطه هناك. ايوه، خاشيه للخرطوم يا يا سلام يا سلام، حاجه جميله جدا جدا. وكده لسه يا جماعه نحن على بنكمل في استعراض سريع كده في معرضنا وفي حاجاتنا الجميله دي. حاجات جميله جدا جدا وحاجات كثيره جدا يا جماعه. المعرض ده كبير يا جماعه، ما قدرنا نلفه نحن للنهايه. لابداعاته وحاجات الجميله والحياه الجميله الرائعه جدا. الحاجه الجميله جدا. المعرض ده كبير يا جماعه، زي ما قلنا لكم، معرض جميل وكبير جدا جدا. ونحن والله سعدنا بك كثير، سعدنا بك كثير زهره، وبتمنى لك التوفيق. ونحن بنتمنى والله لكل بيت في البيت يعني يا جماعه في حاجات اخرى كثيره نحن ما بنستفيد منها، بنحاول انها بنجد احسن. ايوه، رساله لهم عن الله يا زهره، وريهم قول لهم رساله لاخواتي واخواني، يعني ما بفوز بين باخذ ولا اخذ، يعني الفن ده لكل نعم الفن أيوة. ما عنده قيود ولا عنده مكان ولا عنده هناك. بتمنى يعني بالحاجات البسيطه، انت عندك رغبه وعندك تفكر في حاجه بسيطه تطلع لك اشياء يعني انت ذاتك ما تتخيلها. بحاجه بسيطه بنصنع الجمال والروعه، والدلاله على ذلك يا جماعه. ده الحياه اللي قدامنا نحن بشوي شفنا طفنا فترنا والله بصراحه فترنا، يعني انه المعرض كبير ما شاء الله بصراحه على النبي. بس ده جانب يا جماعه بسيط جدا من المعرض ده، ونحن بموهبه زي ما شايفين يا جماعه. والله ما شاء الله السودان غني بحاجاته بافكاره بمواهبه بالحياه الجميله، بس ما لاقين مساحات يا جماعه نحن نصل فيها حاجاتنا وابداعاتنا، وما بتلقى الناس الزول بيشجعك انك تمشي لقدام. لكن يا جماعه من هنا المنبر ده نحن نقول لكم ده الابداع السوداني وده حاجاتنا وده حياتنا نحن نشتغل بها دائما وبحياه بسيطه جدا ممكن نصنع الجمال ونصنع الروعه. بنقول لكم الى اللقاء. كلمه اخيره بشكركم والله وبحييكم ما شاء الله، ربنا يوفقكم ان شاء الله لقدام شكرا معبد الصدور الدولة 81. إلى اللقاء. شكرا الفنانة التشكيلية الرائعة زهرة، شكرا إلى اللقاء.